بدل ما يطمنها بقى دايما ينتقدها، والموضوع وصل للطلاق. كان في بنت يا بنات اسمها مريم، متجوزة بقالها 3 سنين. كانت حنينة وطيبة قوي. شعرها كان هو مشكلتها الكبرى. كل ما تبص في المراية بتشوف الخصل كده بتقع قدام عينيها، والفراغات عمالة تزيد. وشوية شوية بقت تفقد ثقتها في نفسها. وجوزها زي ما قلتلكم بدل ما يطمنها بقى دايما ينتقدها، ويقول لها هو ايه اللي جرالك، كنت غير كده زمان. وفي يوم وهي بتعيط قالت انا حاسه ان جوزي خلاص مش طايقني عشان شعري. لكن ربنا دايما بيبعت الحل في وقت غير متوقع. مريم شافت وصفة على السوشيال ميديا وقالت تجربها، يمكن تكون آخر محاولة قبل ما كل حاجة تنهار. جمعت المكونات وكانت عبارة عن كركديه وقهوة وروزماري وحبة بركة وزعتر وشريط كامل من الفوليك أسيد. الشريط ده يا بنات معجزة. غلت شوية مية وحطت فيهم المكونات وسابتهم منقوعين طول الليل. تاني يوم صفتهم وضافت المنقوع على الشامبو اللي بتستخدمه، وبقت تغسل بيه شعرها مرتين في الأسبوع. كانت دايما بتقول أنا مش مصدقة، أول مرة شعري يحس بالحياة كده. القهوة نشطت الدورة الدموية، والروزماري أول بصيلات، وطبعا حطينا حبة البركة علشان الناس اللي بتخاف من الشيب المبكر. الكركديه وحبة البركة رجعوا لمعان الشعر الطبيعي. وعايزة أقولك إن هي حلوة جدا جدا لشيب الشعر. شريط الفوليك أسيد بقى جبار زي السحر، بيدي كده تغذية عميقة من الجذور. وبعد شهر واحد